السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن كلام مهم جدا للسواقين المبتدئين. بس قبل ما نبدأ ان شاء الله، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وعشان ما اطولش عليكم يا شباب، ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. الكلام ده لاخوات المبتدئين كلام مهم جدا والله. ما تخافش من اللودر وما تقلقش من البداية. يعني من كل حاجة ليها أول، ما فيش سواق شاطر بدأ وهو عارف كل حاجة. كلنا كنا في نفس الموقف. أول مرة تمسك عصا التحكم، أو أول مرة تدور المكنة، أو أول مرة تسمع صوت الموتور العالي، طبيعي جدا تحس إنك تايه أو متوتر. لكن صدقني، مع الوقت ومع الخبرة كل ده بيتحول لثقة وراحة، وبتبدأ تحس إن اللودر بقى جزء منك. فأنا مش عايزك تخاف من اللودر. كل الناس اللي انت شايفها دي، السواقين المحترفين أو السواقين اللي هم متمكنين اللي عندهم خبرة، كانوا زينا في البداية، كانوا زيك في البداية. وأنا كنت واحد منيكم، كنت أنا واحد من ضمن الناس. يعني أول مرة اللودر ده كنت بخاف منه، كنت بتهاب باللودر كده. أطلع فوق كده، فوق الكابينة، أمسك الطارة دي كده بإيدي، كنت بتهاب. والله كنت بتهاب، لكن مع الوقت ومع الإصرار والعزيمة تعلمت الحمد لله. ما تخافش، هتخاف، أي نعم، أقول لك ما تخافش، لا، أول مرة هتخاف وهتهاب، لكن بعد كده ما تخافش والله. يعني أهم حاجة في اللودر إنك تظبط السكينة. يعني أهم حاجة في اللودر إنك تظبط السكينة بتاعة اللودر، وتعبي السكينة رمل كويس بطريقة صحيحة. وهتشوف الزيوت بتاعتك، الزيوت مظبوطة تمام، خلاص هتقيس مقاس الزيت الصبح، وتشوف المية بتاعتك برضو لو ناقصة هتزودها، وهتتسخن اللودر وهتشتغل. موضوع سهل، هو الموضوع كله بيعتمد على الفنيات، ازاي تظبط السكينة، ازاي تعبي. لو انت عبيت السكينة بطريقة كويسة، يعني ما السكينة ما فحرتش في الارض او عضت في الارض او كده، لا، انت نزلتها بطريقة صحيحة وعبيت السكينة كويس كده، انت خلاص اتعلمت. كده انت خلاص، يعني الموضوع يعني سهل وبسيط جدا والله. وانا قلت لكم في الاول وفي الاخر من بداية القناة، اللي عايز يتعلم حاجة هيتعلمها مع الاستمرار، مع العزيمة هيتعلمها، مفيش حاجة صعبة. بس انت اهم حاجة كل ما في الموضوع انت تركز في سواقة اللودر. تغوى الحاجة دي، تحب الحاجة دي. طالما انت حبيتها وغويت سواقة اللودر، كده انت هتتعلم، كده انت خلاص مش محتاج حاجة تانية يعني. انا والله يعني انا بكلمكم، انا في البداية خالص كنت بشوف اللودر ده بتعب منه. ما كنتش متخيل ان انا هسوق اللودر او هعمل قناة على اليوتيوب، غير بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وانا حبيت الموضوع. كل ما في الامر ان انت تحب الحاجة بس او تغواها، لكن مفيش حاجة صعبة. والله موضوع سواقة اللودر موضوع سهل وبسيط جدا. في ناس بتخاف من الموضوع ده، في ناس بتتهاب. لا، والله موضوع سواقة اللودر ابسط مما تخيل، سهل جدا. هو في الاول اي نعم هيقابلوك شوية عقبات، وهتخاف وهتبقى قلقان ومتوتر وكذا وكذا وكذا، لكن بعد كده هتلاقي الموضوع معاك سهل جدا. مش هتلاقيه صعب يعني. الموضوع هيبقى سهل معاك جدا. اي حد من الناس اللي انت شايفها دي كانت في الاول، كانت نفس الطريقة، كانت نفس الطريقة. يعني ما فيش حد نزل من بطن امه متعلم، لا، كله في الاول قابل الصعوبات والمشاكل ديت. فانت تركز شوية شروحات، شوية دروس، تشوف الأخطاء ايه وتتجنبها. الأخطاء بتاعت سواقة اللودر أنا أعمل فيديو برضو، يا ريت تشوف الفيديو ده عشان تعرف ايه هي الأخطاء، وتبعد عن الأخطاء دي وتتلاشاها. واخد بالك؟ تبعد عن الأخطاء دي وتتلاشاها. بعد كده هتسوق اللودر، هتظبط سكينتك، هتعبي سكينتك رمل كويس. أي حاجة في الدنيا بيبقى ليها اختبار، اختبارك إن أنت تعبي السكينة كويس. عبيت السكينة كويس بطريقة مظبوطة، انت كده اتعلم. اللودر ده فنيات، ومش يعني ما تاخدوش عافية، لا،
اللودر عايز ممارسة خفيفة وتهدى وتهدي امورك كده وتهدي اعصابك شوية، ما تقلقش، هتتعلم ان شاء الله وهتبقى زي الفل وهتبقى معلم كبير والله. بس شوية صبر في البداية بعد كده بس. واهم حاجة ان انت تسأل، مش عيب اعمل دي ازاي، دي بتاعت ايه، دي بتاعت كذا. هتغلط مرة، هتغلط اتنين، هتغلط تلاتة، مش عيب. كل الناس كانت بتغلط في البداية والله، وصدقني لما انت هتغلط مش عيب. بس بعد كده الغلطات دي هتعلمك وهتقويك. الضربة اللي بتجيلك بتقويك، بتوجعك اي نعم بس بتقويك، واخد بالك. فانت ان شاء الله ان شاء الله يعني حب موضوع المهنة السواقة دي وحطها في دماغك واستمر فيها. وركز، وشوية شروحات على شوية نظري على شوية عملي، الموضوع هيبقى معاك كويس. واهم حاجة الاستمرار. الاستمرار طول ما انت مستمر هتتعلم، طول ما انت مستمر هتتعلم. يعني مش هقول لك انت هتسوق من اول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، لا عادي. هو الموضوع سهل يعني. عادي الغيارات اهو، عادي لقدام كده اللودر هيمشي معاك لقدام، في النص كده التموير، لورا هيمشي معاك اللودر لورا. دي لو انت عايز تمشي كأنك ماشي بعربية بس، هيمشي معاك اللودر. هترفع سكينتك وهتدي غيارات وهتمشي، هيمشي معاك اللودر. بس كل ما في الأمر اللودر بيعتمد على السكينة اللي انت شايفها دي، ده شغل اللودر في السكينة. لكن اللودر لو عايز تمشي بيه زي العربية، أي حد هيطلع هيسوق اللودر، أي حد هيطلع يسوق اللودر، واخد بالك. موضوع مش صعب. لكن سواقة اللودر بتعتمد على السكينة دي، ازاي تظبطها، ازاي تعبي بيها، ازاي تفضي، ازاي ما تخبطش حاجة بيها، واخد بالك. فانت طول ما انت ظبطت السكينة بتاعتك دي وشفت الزيوت بتاعت اللودر، واخد بالك، انت كده خلاص مش عايز حاجة تاني. تركز بس تشوف الزيوت، لو الزيوت ناقصة هتزودها، واخد بالك. وهتظبط سكينتك دي، وهتحاول على قد ما تقدر تبعد عن الاخطاء اللي انا قلت لك عليها في الفيديو. وان شاء الله هسيب لكم برضو رابط الفيديو بتاع الاخطاء، هسيبه لكم في الوصف تحت ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.